هافضل مقتنعة إن أسهل حاجة ممكن تتعمل ورق العنب، حلو وسهل وسريع جدًا، وأحلى حاجة ممكن تتاكل بجد، يا سلام بقى مع فرختين محشيين زي دول كده قمر. بُصّوا الرصة ولفّته نزل ولا ماسك في الحلة ولا الرصات اتفكِّت من بعضيها ولا أي حاجة ومتماسك جدًا. ما يالّا أورّيكم العظمة دي اتعملت إزاي. هنبدأ دلوقتي بالصلصة، طبعًا سهلة وعادية وكلّكم بتعرفوا تعملوها. أنا الأول حطيت سمنة وزيت، زيت وسمنة وبعدين بقى حتتين ليا ضاني. الليّة بتدّي taste حلو أوي للطعم وما تقلقوش ما بتبقاش مُرّة ولا لاذعة ولا زهرة خالص، ولكن بتدّي طعم حلو. لمّا البصلة بتاعتي تصفر هانزل بالطماطم، أنا مفرّزاها وجاهزة، ممكن تحطّوا طماطم فريش عادي هتدّي برضه نفس النتيجة. صلصة المحشي من الحاجات اللي لازم نهتم أوي إنها اتسبّكت كويس، علشان تدّينا طعم حلو أوي وأداء كويس. حطيت ماجي وملح وفلفل، كزبرة وكمون وشطة وشوية زعتر، تقدروا تحطّوا التوابل اللي تحبوها، ولكن الحاجات دي بتدّي طعم حلو أوي وفي نفس الوقت مش بتغطي على طعم الصلصة الأصلي. بصوا بقى بعد ما اتسبكت الزيت فصل منها ودي تركة مهمة جدا لازم تسيبوها. عندي رز مغسول ومتنشف كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده ومتنقي، هحط عليه الصلصة بتاعتي وخطواتي جدا، ده فلفل اسود علشان ما حدش يقول حاجة تاني. هنقلبها كويس. هنا اتقلبت بقى، بصوا هي يعني لونها احمر وحلوة جدا، ولكن الاضاءة بس فاتحة شوية. كل كيلو من الرز بياخد واحدة شبت، واحدة بقدونس، واحدة كزبرة، علشان تبقى كمية الرز معقولة. دي بقى هنعمل حشوة للفراخ سهلة وبسيطة وسريعة على طريقة جداتنا بتوع زمان. شوحت البصلاية في شوية زيت ونزلت عليهم بالقوانص بتاعة الفراخ، وبعدين لما القوانص اتشوحت نزلت الكبد. هسيبهم ياخدوا مثلا حوالي 4 دقايق مع نفسهم كده مع البصل والزيت علشان طعمهم يدخل مع بعضهم. الحشوة دي سهلة وسريعة ومنجزة. ملح وفلفل اسود مش اكتر علشان طعم الفراخ يبقى ظاهر، ما نحطش اي توابل تغطي عليه. الرز ده او الحشوة اللي هنعملها للفراخ هتبقى سهلة وهتبقى سريعة وفي نفس الوقت ممكن تتاكل لوحدها اصلا. عندي هنا كوباية رز مغسولة برضو متصفية كويس قوي ونص كوباية مية، يعني نص كمية الرز اللي هتستعملوها يبقى نصها مية، لان زي ما انتوا شايفين كده انا عايزاه يدوب يشرب ميته ويبقى مفلفل. عندي هنا فرختين بلدي، ممكن تقولي للجزار انك عايزة فراخ للحشو، دي بتبقى حجمها صغير قوي لكن انا خدتهم من عند ماما عادي جدا. هنا انا حشيتها يا دوب نصها، سبت مسافة للرز علشان لما يستوي ما يخرجش بره الفرخة بتاعتي. اتأكدوا انك قفلتوها كويس قوي بالرجلين، ولو الرجلين عندك مفتوحة مش بتتفتح تقدري تقفليها بالخيط. مية فيها حلة فيها مية بتغلي. حطيت الفراخ بتاعتي، ملح وفلفل اسود برضو مش اكتر، عودين كرفس وبصلاية متقطعة. مش بفضل توابل كتير مع الشوربة، احب كل حاجة يكون لها طعمها، لكن طبعا دي حسب الرغبة. ورق العنب بقى شفتوا قمر ازاي، شفتوا اللفة. الحلة بتاعتي بحط فيها طماطم وجزر وفلفل وبصل. هنا ما حطيتش فلفل ولكن حطيت بصل، تقدروا تحطوا وتزودوا. الخضار ده بيدي طعم الورق العنب وفي نفس الوقت بيخليه بعيد عن النار فيبقى سواه افضل، سواه احسن كتير. هنا رصيته. تعالوا بقى نشوف اسهل طريقة هتلفي بيها ورق العنب بسرعة الصاروخ. كيس بلاستيك، كيس تلاجة عادي جدا، حطيت عليه الورقة وشديتها زي ما انتوا شايفين. تاني، انا بجيب الكيس بفرد الورقة، احط الحشو، بتني الجناب، بضغط بايدي واشد الورقة. شفت السهولة؟ او بقى المنجزة الاسرع جدا بصراحة معايا مكنة ورق العنب، سهلة جدا، يا دوب بتحطي الورقة والحشو وتشديه. ما تصدقوش اللي يقولوكوا انها مش وحشة مش حلوة ومش عملية، لا لا، هما بيشتغلوكوا، هي فعلا حلوة جدا لو بس عرفتوا تستعملوها صح. برضو على الوش احط شرايح بصل متقطع. الصلصة اللي انا عملتها للمحشي بتاعي حطيت منها برضو على الوش، بتدي طعم حلو قوي ولون. شوربة الفراخ بقت قمر، عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا. الفراخ اللي في الحجم ده بالظبط بتاخد معاكم من نص ساعة لساعة الا ربع سوا. هنا خليت الشوربة بتاعتي يا دوب تحت اول طبقة من المحشي، حطيت قرن فلفل ظريف للطعم. بصوا بقى بعد ما استوى قمر قمر قمر. الفراخ بحمرها في زبدة مع الزيت، ركزوا يا جماعة في الحتة دي،
زيت وزبدة، الميكس ده بيدي طعم حلو قوي للفراخ، بيخليها مسكرة، تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين. ورق العنب هنشيل الفلفل على جنب، وبسم الله نقلب مع بعض. بصوا القمر، شفتوا الحلاوة، يا دوب واحد بس وقع. بصوا بقى الخضار ولا لازق في الحلة ولا اتحرق ولا خد لون ولا اي حاجة. هنبدأ بقى نفصله على الوش كده، نزين بيه، هيبقى شكله حلو قوي. عايزة اقول لكم اصلا طعمه تحفة، يعني انتوا هتاكلوه الاول وبعدين هتاكلوا ورق العنب. ونرجع الفلفل. شفتوا العظمة؟ اظن ولا اسهل من كده. ورق العنب انا